هل تعلم أن الزعيم الليبي القذافي خطط لاغتيال الملك الحسن الثاني في سنة 1987؟ قد يبدو الأمر لك غريبا عزيزي المشاهد. بدون مقدمات سندخل في أحداث الموضوع. كان الزعيم الليبي معمر القذافي من أبرز داعمي جبهة البوليساريو منذ قيامها في 20 ماي من سنة 1973، وعمل على مدها بالمال والسلاح، ووفر لها دعما دبلوماسيا في الخارج إلى جانب الجزائر التي احتضنتها فوق أراضيها. فقد قال الزعيم الليبي خلال خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الفاتح في شهر شتنبر من سنة 1987: أستطيع أن أتكلم عن قضية الصحراء أكثر من أي طرف آخر، لأن البوليساريو، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، نحن الذين أسسناها في عام 1972، ونحن الذين دربناها وسلحناها لتطرد الاستعمار الإسباني من الساقية الحمراء ووادي الذهب. ولم نسلحها لإقامة دولة، ولم نقل لهم انضموا إلى موريتانيا أو الجزائر أو المغرب أو لا تنضموا. دربناها وسلحناها لتحرير الأراضي العربية من الاستعمار الإسباني. فخلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية، صرح المدير السابق للدائرة السياسية في حركة فتح عاطف بوبكر أن القذافي نسق مع الضابط صبري خليل المعروف باسم أبو نضالي من أجل اغتيال الحسن الثاني. وبحسب عاطف بوبكر، فبعد اتفاقهما على الخطة، قام أبو نضالي والمخابرات الليبية بإرسال أسلحة إلى المغرب في العام 1987 عبر الطيران الليبي حيث تم تخزينها، ووضع خطة عمل بعلم من فصيل معارض مغربي. وتعتمد الخطة بحسب رواية عاطف على أن الملك الحسن الثاني كان لديه أثناء خروجه ممر إجباري من قصره بالقرب من فندق الهيلتون، حيث كان من المفترض أن توضع 7 بنادق كلاشينكوف مع قاذفتي RPG، على أن تدمر القاذفات السيارات المصفحة، فيما يتم مهاجمة الملك وأفراد الحراسة والمرافقين بالأسلحة الرشاشة. لكن العملية ألغيت خوفا من ردة الفعل العنيفة من الرباط تجاه طرابلس، وأيضا بسبب عقد صفقات سياسية وأمنية بين النظامين حينها. أبرزها كانت صفقة تسليم المغرب الضابط الليبي عمر المحيشي الذي كان يقيم بالبلاد، والذي شارك في محاولة انقلابية فاشلة في عام 1975 ضد نظام القذافي. بعد ذلك بدأت العلاقات بين ليبيا وجبهة البوليساريو تشهد بعض الفتور، رغم أن القذافي لم يسحب اعترافه بالجمهورية الصحراوية، وأصبحت المساعدات الليبية للجبهة الانفصالية قليلة وضئيلة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وإلى اللقاء متابعينا الكرام.